عارف إنك كل سنة في رمضان بتفتح التلفزيون أو الموبايل عشان تتفرج على مسلسل، لكن عمرك سألت نفسك ليه بقى في مسلسلات كتير بتركز على شكل الممثلة أكتر من القصة نفسها؟ ليه الكاميرا ساعات بتفضل على لقطات معينة أو مشاهد معمولة بطريقة تخلي المشاهد يفضل مكمل حتى لو القصة نفسها عادية؟ الموضوع مش صدفة خالص، دي لعبة كبيرة في صناعة المسلسلات. في رمضان تحديداً بيبقى فيه سباق ضخم بين القنوات وشركات الإنتاج. كل مسلسل عايز يبقى رقم واحد، وكل شركة إنتاج عايزة تحقق أعلى مشاهدة ممكنة، لأن المشاهدات معناها إعلانات، والإعلانات معناها فلوس بالملايين. عشان كده بعض المنتجين والمخرجين بيدوروا على أسرع طريقة تجذب انتباه المشاهد، وأحياناً بيكون الحل الأسهل هو التركيز على الشكل بدل القصة. تلاقي الكاميرا متعمدة تبرز شكل الممثلة بطريقة معينة، أو مشهد معمول مخصوص عشان يخلي الناس تتكلم عنه. الموضوع هنا مش إن الممثلة نفسها السبب، بالعكس، في ممثلات موهوبات جداً وقدراتهم التمثيلية قوية، لكن المشكلة في الطريقة اللي بيتقدم بيها الدور، لأن في أوقات كتير الدور نفسه بيكون مكتوب بطريقة تخلي التركيز كله على شكل الشخصية، مش على عمقها أو قصتها. ولما المشهد ده ينزل، يبدأ يحصل اللي هم عايزينه بالظبط. الناس تتكلم، السوشيال ميديا تمتلئ بالنقاش، ومشهد واحد ممكن يخلي المسلسل كله يبقى ترند. حتى الناس اللي ما كانتش ناوية تتفرج على المسلسل تروح تدور عليه بس عشان تشوف المشهد اللي الناس كلها بتتكلم عنه. وهنا المسلسل كسب دعاية ضخمة من غير ما يدفع فلوس كتير في الإعلانات. الموضوع كله قائم على حاجة واحدة: الانتباه. في الزمن اللي احنا فيه، الانتباه بقى أغلى حاجة. أي حاجة تخلي المشاهد يوقف السكرول على الموبايل أو يفضل قدام الشاشة أطول شوية تعتبر مكسب. لكن المشكلة إن الأسلوب ده بيخلي القصة نفسها تبقى في المرتبة التانية. بدل ما المسلسل يعتمد على حكاية قوية وشخصيات مكتوبة بذكاء، يبقى الاعتماد الأكبر على مشاهد تلفت الانتباه بسرعة. ولو بصينا شوية للماضي، هنلاقي إن في مسلسلات كتير عظيمة كانت ناجحة جدا من غير أي اعتماد على الحاجات دي. الناس كانت بتتفرج عشان القصة، عشان الشخصيات، عشان الحوار اللي يفضل في الذاكرة سنين. لكن دلوقتي المنافسة بقت أصعب، والسوشيال ميديا خلت أي مشهد ممكن ينتشر في دقايق. عشان كده بعض الصناع بقوا بيلعبوا على فكرة الجدل، لأن الجدل بيجيب مشاهدات. المشهد اللي يثير الجدل الناس هتتكلم عنه، والناس لما تتكلم عنه المسلسل ينتشر أكتر. لكن السؤال المهم هنا: هل ده نجاح حقيقي للعمل ولا مجرد نجاح مؤقت؟ لأن الحقيقة إن الأعمال اللي بتعيش فعلاً هي الأعمال اللي اعتمدت على القصة القوية، الأعمال اللي لما تخلص تفضل فاكر شخصياتها وأحداثها. لكن الأعمال اللي تعتمد بس على لفت الانتباه غالباً بتعمل ضجة وقت عرضها، وبعدها الناس تنساها بسرعة. وفي وسط كل ده، الممثلة نفسها ممكن تتحط في قالب معين، قالب يعتمد على الشكل أكتر من الموهبة. وده ظلم كبير، لأن الفن المفروض يدي مساحة للممثل يبدع، مش يحصره في دور سطحي. المشكلة مش في ممثلة معينة، والمشكلة مش في عمل واحد. المشكلة في فكرة بقت موجودة في جزء من الصناعة، فكرة إن أسرع طريق لجذب المشاهد هو اللعب على الانتباه. لكن في النهاية القرار الحقيقي في إيد المشاهد، لأن الجمهور هو اللي بيحدد النجاح. لو الجمهور بدأ يهتم بالأعمال اللي فيها قصة حقيقية وتمثيل قوي، الصناعة كلها هتتغير. لكن طول ما المشاهدات بتيجي من الجدل السريع، هتفضل في ناس تستخدم نفس الطريقة. عشان كده المرة الجاية لما تتفرج على مسلسل، حاول تسأل نفسك سؤال بسيط: أنا بتفرج عشان القصة شداني فعلا، ولا عشان في مشاهد معمولة مخصوص عشان تمسك انتباهي؟ لأن الفرق بينهم كبير جدا. الفن الحقيقي بيعيش سنين، لكن الضجة المؤقتة بتختفي بسرعة. وفي الآخر المسلسلات المفروض تكون فن يحكي قصة ويقدم شخصيات حقيقية، مش مجرد وسيلة تخلي الناس تتكلم شوية وبعدها تنسى كل حاجة. إشارة بإيدك على زر الاشتراك.